السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل تحلية سريعة وبسيطة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص، وهتدفينا في البرد ده، وبتتعمل في 10 دقايق بس على النار بتكون استوت. هنجيب معلقة زبدة ومعلقتين زيت، وهننزل بهم بكوباية شعرية، وهنقلبها كويس جدا كده لغاية ما تبدأ تاخد معانا لون. بصراحة تحفة تحفة، وبتدفي كده، وفي الجو البرد اللي احنا فيه والشتا ده يعني هتعملها في 10 دقايق وانت واقفة، مش هتاخد معاك اي وقت. ما تنساش واحنا شغالين كده نسمي الله ونصلي على الرسول يا حبايبي كده، ونستغفر الله. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليك. هنا حبايبي بدأت تاخد لون معايا اهيت، هننزل معاها ب4 معالق سكر. طبعا السكر حسب الرغبة زي ما احنا عارفين، بس ده كان مناسب جدا يعني، ما كانش مسكر ولا حاجة. هنقلبهم كويس برضو عشان يبدأ يكرملوا شوية كده مع الشعرية كده، بيدوا طعم احسن للشعريه. ما نقلقوش، هتحس ان هي مسكره شويه، بس لسه هننزل باللبن، ومعانا كمان جوز الهند. معلقه جوز الهند هنا كمان هتوديه بقى في مكان تاني. بصراحه تحفه تحفه، اقل من التحفه دي حاجه بسيطه عليها بصراحه، وبسيطه جدا وسهله ومتاخدش معانا اي وقت. معايا 3 كوبايات ميه، هحط لها 3 كوبايات ميه. انا عايزاها تستوي في الميه، وبعدين هرجع اوريكم هعمل فيها ايه. هنقلبها بس كويس كده، ونروح نجيب كمان كوبايه ميه. هنحس ممكن شويه ان هي كده مكلكعه شويه من السكر، تحس ان هي متماسكه كده، لا ما تقلقوش، هو اول ما تاخد غلوه هتفك معانا. انا كده حطيت لها كوبايتين قدامكم بس لما بدات تستوي حسيت ان هي عايزه كمان نص كوبايه، فحطيت لها كمان يعني قولي كوبايتين ونص. وهنا خلاص يا حبايبي بدات تتشرب معانا كده، وهجيب لها بقى اللبن. معايا كيلو لبن، دول كوبايتين شعريه مش كوبايه واحده. فطبعا لو انت حابه تعملي كوبايتين كوبايه واحده حط عليهم نص كيلو لبن. وكمان هحط بقى معلقه هتوديه في مكان تاني بقى. ودي بصراحه انا الطريقه دي جميله جدا، وانا ما عملتها بصراحه عجبت ولادي جامد يعني. هجيب معايا معلقه كريم شانتيه، هتوديه في مكان تاني والله العظيم بديل القشطه يعني. وعندك قشطه حطي، ما عندكيش ولو ما عندكيش حاجه خالص من اللي انا بقولك عليها دي ما تحطهاش. يكفي بس معلقه ال4 معالق سكر، ومعاهم نقطتين فانيليا كده او باكت فانيليا. بس انا بقولك على حاجه هي متوفره عندي، بس بصراحه مديه طعم جميل. هسيبه بقى يغلى كده هياخد له غلوتين كده مع اللبن. وخلاص كده بغرفها قدامكم اهيت يا حبايبي، جميله وسخنه كده وتتدفي في الساقعه ديت. يعني حاجه مش هتاخد منك 5 دقايق والله على النار. احنا عارفين ان الشعريه ما بتاخدش وقت ولا كده، بتبقى سهله وبسيطه وحاجه سريعه كده. يا رب يكون الفيديو خفيف وظريف عليكم كده يا حبايبي. وهنا حبايبي خلاص قدمتها بالطريقه دي، شويه جوز الهند كده وشويه زبيب على الوش. يعني حاجه كده بسيطه، انا كده بوريها لكم، وبصراحه بقى كانت جامده والله، حاجه كده تستاهل بقكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعايه الله. مع الف سلامه.